السلام عليكم. اليوم نقدم لكم وصفه ديال الكبده مشرمله كتجي رائعه، مذاقها زوين بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر. غادي نحتاج الكميه ديال الكبده اللي غادي تكفاني. غادي نقطعها لمربعات يكونوا صغارين. نتوما غديروا الكميه اللي غادي تحتاجوا ليها، وباش ما تضيفوا كميه ديال الكبده غتضيفوا كميه ديال المكونات الاخرى. هنايا فاش قطعتها ضفت ليها واحد الضريه صغير ديال الثومه اللي حكيته. غادي نضيف ليها كذلك توابل. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الكمون، يعني الكبده والكمون ضروري كيتواتاو، يعني ما خشين من الكمون. غنضيف كذلك الابزار على حسب الذوق. انا ضفت هنايا تقريبا واحد معلقه صغيره مع مرج. غادي نضيف واحد نص معلقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، وغادي نخلط المكونات مزيان. ضفت لهم كذلك زيت الزيتون، واخا ما تصورش في الفيديو، واحد 3 حتى ل 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وضفت عليها بصله صغيره اللي مقطعه، واحد الكميه ديال القزبور والمعدنوس. صافي غادي نرد كلشي يطيب، وما نساوش الملح بطبيعه الحال. فاش كتقرب الطيب كنضيف ليها الحمض المصير وشويه ديال الزيتون. صافي راه كتوجد دغيا تقريبا واحد 15 حتى ل 20 دقيقه كتوجد، ما كتحتاج طيب بزاف. كنشكركم على المشاهده، ونلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.